بعد ظهور العديد من قنوات ام بي سي بجودة اتش دي وبعد تغيير بعض الترددات لقنوات ام بي سي، كنت حابب اعمل معاكم فيديو على سبيل التوضيح والتأكيد، وزي ما احنا معودينكم على كل ما هو جديد. صباحكم فل ومساكم احلى مع محمد حسن اتش دي. وفيديو النهارده بخصوص قنوات ام بي سي بعد ظهور العديد من قنواتها بجودة اتش دي. كنت حابب اعمل معاكم فيديو لتوضيح معظم ترددات قنوات ام بي سي على النايل سات وقنواتها، فكنت حابب اكون معاكم بفيديو لتوضيح هذا الامر. اخبط اللايك المتين ويلا نبدأ الفيديو. بعد ما رجعنا معاكم تاني عشان نتكلم بتفاصيل اكتر بخصوص باقة قنوات ام بي سي على النايل سات، وبعد تعديل بعض القنوات لجودة اتش دي وبعض الترددات اللي تم اضافتها جديدة على النايل سات، كنت حابب اكون معاكم بفيديو لتوضيح هذا الامر. وبعد مغادرة تردد 12467 هوريزونتال معدل ترميز 30000، باقة قنوات ام بي سي اللي تم انطلاقها مؤخرا بجودة اتش دي وتم تغيير التردد ده نهائيا على النايل سات، وبعد مغادرة قناة ام بي سي العراق 11315 فيرتيكال 27500 ايضا، وبعد مغادرة تردد 12015 قنوات ام بي سي مصر بجودة اس دي لوجودها على التردد اللي موجود معانا بجودة اتش دي. اما بخصوص الترددات اللي موجوده بكل قنوات ام بي سي الفتره القادمه على النايل سات 2025، هيكونوا ترددين فقط، وهيكون التردد الاولاني اللي موجود معانا هو 11472 فيرتيكال 27500، وده من الترددات للاسف الحزمه الشرقيه اللي موجوده على النايل سات، ومن وارد يتم تغيير بعض القنوات عليه للتردد الثاني اللي موجود معانا على النايل سات ايضا. وهيكون التردد الثاني هو 11219 هوريزونتال معدل ترميز 27500، وده عليه معظم قنوات ام بي سي بجوده اتش دي، وهيتم تعديل القنوات من وقت للتاني على التردد الاخير اللي احنا ظهرناه. فتابعونا عشان يجيلكم كل ما هو جديد وحصري من قنوات وترددات على النايل سات. فكنت عامل معاكم الفيديو على سبيل التوضيح والتأكيد. كان معكم منشئ المحتوى الاول في عالم الترددات والقنوات على نايل سات.